السلام عليكم حبايبي الغوالي، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية وراحة بال، وانتو تشاهدون وتشوفون فيديو اليوم. إن شاء الله يكون فيديو حلو وممتع بالنسبة إلكم. فأول ما نبتدي فيديونا لازم نذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أريدكم تفجروا لي التعليقات بالصلاة على محمد يا بنات، وأعرف بيكم انتو ما تقصرون. نبلش فيديونا اليوم بنات. احنا رايحين زيارة للإمام الكاظم عليه السلام. الصراحة كنت منتظرة هاي الزيارة أحر من الجمر يا بنات، لأنه كان امتحانات وبوقتها بنتي كانت مريضة، فالنفسية كانت كلش طالبة زيارة. فأنا اندعيت قلت إن شاء الله إذا بنتي طابت وسويت التحليل وكانت زينة آخذ شوكليت وأروح للكاظم هناك أوزع، يعني طلبت مراد. فالحمد لله والشكر من طلع تحليلها زين، فكنت منتظرة بس يخلصون امتحانات ويصير لي فرصة وأروح أزور. فهنا ألف الحمد لله والشكر يا بنات انقسمت لي الزيارة، ورحنا طبعا بيوم جمعة كان. وش أقول لكم بنات، الازدحام يعني ما شاء الله إيش قد كانوا جايين ناس. هنا يا حبيباتي وصلنا للإمام، وبنتي معصومة ما كان عندها يعني عباية مال الصلاة، ما يقبلون يدخلوها، بعد صارت عمرها 6 سنوات فما يقبلون، لأنه قبل بمرة رحت أخذتها قالوا لي ما يصير بعد الطب وشعرها مفتوح. فهنا اشتريت لها عباية مال الصلاة وكانت كلش فرحانة بي. وهنا يا حبيباتي دخلنا للإمام، والأجواء تجنن يا بنات، وعالم هواي ما شاء الله كان هناك. وهنا يا بنات طبعا من الازدحام ما قدرت أطببهم بناتي اثنيناتهم سوا. فايش سويت؟ أول شي دخلت بنتي الصغيرة زورتها، وهنا ازدحام بنات شو أقول لكم ما شاء الله. يعني قلت لها هاي شو اسمه اللي توقف بالإمام هاي لازمة ريشة، قلت لها حبابة فدوة بس أريد أزور بنتي لين مريضة، بس أريد أوصلها للإمام. خطية كانت تخليني شي تسوي لي مجال، وكانت تقول يلا تعالي زوريها. فالحمد لله والشكر زورتها، وبعدين زورت أختها الكبيرة. يعني بهذا اليوم انقسمت لي زيارة مرتين، وألف الحمد لله والشكر على هاي النعمة. وهنا يا بنات من طلعنا ترست هذا البطل مالت المي، كلش أحب المي مالت الإمام، أحس يا سبحان الله إلى طعم ثاني. وهنا يا بنات وزعت شكلية الحمد لله والشكر. كنت طالبة مراد وانطاني مرادي، وإن شاء الله يا رب ينطيكم مرادكم كلكم ويسهل أمركم، وإن شاء الله ينجح طلابنا كلهم، وإن شاء الله نستلم شهايد أطفالنا وكلهم ناجحين بإذن الله. وهنا يا بنات كملنا الزيارة الحمد لله والشكر، والجهال اشتروا ملاعيب واشتروا حلويات وهالسوالف، ورجعنا للبيت هنا بالطريق. وبعد ما رجعنا يا بنات للبيت هنا وصينا عشاء من مطعم يمنا يسوي هاي البوكسات. طبعا أني ما أحب يعني آكل هناك من المطاعم اللي قريبة على الإمام، لأن مرة صار وياي موقف وتسممت هناك بمطعم. فشنو يا بنات شلون يعني بعد نفسي ما يريد آكل يعني من ذيك المطاعم، أحس ما أدري سبحان الله بعد شلون واحد نفسه يجز من شي، أنا هيجي صار بيا. فدائما يعني من نرجع من يومنا مثلا ما لحق بعد وتعبانين فنجيب من المطعم اليمنى ونتعشى. فما نتعشى هناك. هنا يا بنات ثاني يوم الصبح بلشت أسوي تعزيلة للاستقبال، لأنه صار فترة ما مسوية تعزيلة. التهيت ويا بنتي كانت مريضة، يعني شهرين ورا الأخت مرضت، والتهيت بالامتحانات مالات البنات. فشنو عفته كله، يعني قلت أخليه لحد ما يصير عندي مجال وأسوي تعزيلة مرتبة للبيت. فهنا بنات قلت لكم خلص الامتحانات بلشت أسوي تعزيلات. هنا أول ما بلشت بالاستقبال أشيل هاي الكفرات مالت التخم، وراح أشيل الفرشة بالقاع، وراح أنزل البردة، وراح أغسل وجهي الكوشات يا بنات. ويعني راح أسوي تعزيلة صدق مال يز وقهر. يعني صار شقد عايفته للاستقبال، هو طبعا مو كلش وسخ كان، بس يعني أنا دائما متعودة كل شهر مرة أسوي تعزيلة للبيت، يعني للغرفة للاستقبال المطبخ. فيعني من يعبر الشهر أحس يعني نفسيتي تتعب الصراحة والله بنات. أحس إذا شهر ما أغير الديكور مالت البيت والغراض والكوشات
أحس ما أدري البيت وسخ، بس هو مو وسخ والله، بس أني هيجي أحس. زين، هو والله هذا الشعور مو حلو يعني معودة نفسي على هذا الشي كلش خطأ، بس هم ما أدري أحس يعني هو بعد النظافة حلو، الواحد لازم يعني يغير بنفسيته كل شهر مرة. تعرفون دائما يعني الغراض الشغلات من ينغسل، الديكورات من تتغير بالبيت النفسية تتغير وياه، يعني بعد هو من الله المرة هيجي. فهنا يا بنات بلشت سعفت الحياطين وشلت الفرشة ونزلت البردة وبلشت وياكم مثل ما تشوفون. تعالوا يا بنات نسولف شوية على التعليقات. طبعا استوقفني تعليق واحدة من المتابعات، كاتبت لي بذاك الفيديو، كاتبت لي أم زوزو يعني انتي هالقد تنظفين وتشتغلين وما شاء الله عليك نظيفة وشاطرة وبيتك يلمع وتقولين بناتي يتمرضون. والله أتعجب. قلت له يعني هو مو بالنظافة وهاي، يعني أنا بنتي صار عندها جرثومة بالدم. قلت لها من قد ما مناعة ما عندها بنتي هواي تتمرض. هي عندي هاي الصغيرة دائما الدي 3 مالتها ينزل، مخزون الحديد، وهسه حتى فقر دم صاير بيها. فيعني هذا ما له شغل بالنظافة والترتيب والهاي، يعني هو لين المناعة ما عندها تتمرض. فيعني سبحان الله، يعني هو الشي مو بيدي، لا بيدي ولا بيد أحد يعني هذا الشي. فالنظافة أبد ما له شغل. اي والله يا بنات، بعد هو كل شي قسمه ونصيب. هنا يا بنات طبعا قلت لكم شلت الغراض من الاستقبال كله، يعني فرغته وسعفت الحياطين وبعدين كنست القاع. وهنا جلفت التخم. هنا عندي هاي المجلاف اللي يقولوا له كردية، يصير يعني حياكة بهذاك، يعني لأنه مو خشن. أسوي زاهي ومي أو قاصر ألوان ومي وشوية معطر، وأجدف بيه التخم وبصلة مبللة أمسحه وأفتح عليه البنكة، أخليه لحد ما ينشف كلش زين، يعني ما أحط عليه الغراض يعني كوشات وهالسوالف لحد العصر، لحد ما أشوف يعني التخم كلش نشف كلش زين. ذاك الوقت يلا أغطيه، أخليه الكفرات وأخليه الكوشات. اي والله يا بنات، هنا ورا ما كملت جلف التخم وخليته حتى ينشف بلشت امسح بالقاع. سويت شوية زاهي ومي ومعطر وذبيته بالقاع، مثل ما تشوفون يا بنات صارت اللمعة تجنن. وهنا مثل ما تشوفون أشوفكم الاستقبال صار شكله مريح للعين وريحة النظافة واصلة لسابع جار حرفيا. صدق يعني النظافة راحة نفسية والله يا بنات. هنا بلشت أفرش الموكيت. طبعا هذا موكيت بوهيمي أخذته قبل تقريبا سنة ونص يمكن أخذته، وكلش حلو يعني من أفرشه، هواي أحب شكله. وهنا بنات بلشت أخلي وجه الكوشات، وشوفوا بنتي معصومة هنا شو مسوية، خالة الكوشات يعني واحد ورا الثاني هيجي سارة بالقاع مسويتهم قطار. اي والله يا بنات شو تسوي، بعد ما يجوا هاي لازم نتحملهم. فكملت الكوشات وبلشت أخلي هاي الكفرات على التخم، ويعني هاي اللمسات الأخيرة. وحرفيا كنت كلش تعبانة يعني من الصبح لحد الليل، يلا خلصت تنظيف. بعد شي جرشي غسلت هذني المفارش مالت التخم وصعدتهم فوق، شريتهم نشفن كل زين على الشمس، رجعت مرت اللاخ فرشتهم. ومثل ما تشوفون هنا كل ما دا أسوي شغلة يا بنات دا أشوفكم التطورات اللي دا أسويها، عساس يعني مكتشفة شي أني. المهم بس هو والله بنات يعني أحب يعني أنشر هاي السوالف صراحة، لين أنا أحب هاي الفيديوهات أحس أنتو هم يعني راح تحبوها. فيديوهات مالت فلوقات التنظيف والروتينات، أحس يسوي طاقة، يعني يسوي واهس للمقابل اللي يشاهد الفيديو. ما أدري أني بالنسبة إلي يا بنات هيجي أحس، أنتو شلون تحسون ما أعرف. بس يعني إذا هسه بالتعليقات كتبتولي فأكيد راح أعرف بكم إذا حبيتوا الفيديو هذا لو لا. وإذا تريدون يعني دائما أصور لكم هيجي فيديوهات تشجيعية وتحفيزية فاكتبولي بالتعليقات. وهنا يا بنات آخر شي هنا دا أشوفكم ورا ما كملت التنظيف كله وبعد ما خليت الكوشات ورتبتهم، وأريدكم تكتبولي شنو رأيكم بالترتيب اللي سويته. اليوم حطيت اللون الوردي من زمان ما خالته طبعا، فكلش كان عاجبني الشكل والألوان، تناسق الألوان مال الكوشات.
فأريدكم انتو هم تقولولي شنو رأيكم، لأن أني الصراحة كلش أحب آراءكم من تكتبولي بالتعليقات. تدرون ليش أقوللكم أحب الكومنتات مالتكم يا بنات؟ جد يعني مرات كومنت من عندكم يصنع يوم كامل إلي. يعني اكو بنات يكتبولي تعليقات كلش حلوة، يعني يكتبولي دعوة، يكتبولي يعني ما أعرف شو أقولكم، والله مرات أقرأ كومنت حرفيًا يعني أحس فراشات بقلبي. كلش أفرح بهاي الكومنتات الحلوة اللطيفة اللي تدعيلي، اللي تتمنالي الخير، وإن شاء الله يا رب اللي تتمناني الخير والسعادة إن شاء الله إلها بالمثل يا رب أضعاف مضاعفة يعني. زين، فاللي هنا يا حبيباتي وصلت وياكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله عجبكم ونال رضاكم وحبيتوه، وإذا حبيتوا قلتلكم هذا المحتوى فاكتبولي بالتعليقات، وإن شاء الله راح أرتب الغرفة مالت النوم هم بألوان وردية، وراح تحبون التنظيفات، فإذا حبيتوا حتى أصوره وياكم. فهنا يا حبيباتي بخرت البيت، وآخر شي كملت وياكم، والراحة النفسية اللي بالفيديو ما أحكيلكم يا بنات، أعتقد أنتو حسيتوا بيها. فاللي هنا أقوللكم أني راح أختم الفيديو وياكم. إن شاء الله حبيتوا نال رضاكم، وأني أحبكم كلش هواية، في أمان الله وحفظه.